حباباتي، عائلتي الكبيرة والصغيرة، متتبعي الكرام والأعزاء، كيف العادة معكم سارة شماوي بوصفة غزالة لذيذة اللي كيحمق على الكبير والصغير، واللي هي وصفة مغربية تقليدية وعصرية في نفس الوقت، اللي هما البسيطلات بنسمة ونكهة البحر عامرين بالحوت. بقاو معايا باش نشوفوا التحضيرات ديالهم والمراحل ديالها من الاول حتى الاخر، وممكن انكم تزينوها بالشكل وعلى حسب الفن ديال كل سيدة مغربية. اذا كتعطينا واحد اللوحة رائعة بحال هكا. ممكن انكم تقدموها مع عصير الحامض. كيف كتعرفوا ان الحوت كيتماشى بزاف وتيتواتى مع الحامض، علاش ما نبقاوش ناخذوا دوك المشروبات الغازيه اللي فيهم لي برودوي شيميك وفيهم الغاز وفيهم بزاف المواد اللي داخله. من الاحسن نديروا شي حاجه بيدياتنا، صنع محلي 100%، وكتجي بحال واحد المشروب غازي اللي كيكون بالنسمه ديال الحامض تماما بحالو، يعني حتى هو غتبعوا معايا. غنديروا المراحل ديال التحضيرات ديال العصير، وهاد البسطيلات غادي نخليكم التقديم ديالها والترتيبات والتحضير كله مع ماما اللي غديرها لكم بيدياتها واللي غتقدمها لكم بصوتها ولأول مرة حصريا على قناة سارة شماوي. غتبقاو مع لاله بايجة هي اللي غادي تقدم لكم هاد الطبق الشهي الغزال 100%. عليكم الاخوات المتتبعات، اليوم غادي نقدم لكم واحد البسطيله ديال الحوت من نوع خاص كتجي معتبره. غادي تتبعوا معايا المقادير. عندنا هذه الميرنه، سمك الميرنه من الحجم الكبير، عندنا القمرون، عندنا الكالامار، عندنا سمك ليسبادو، حوت ليسبادو ما تيكونش فيه الشوك. عندنا العطريه ديال بسطيله الحوت، هذه العطريه ديال بسطيله الحوت. عندنا صوص صوجا، عندنا الصوص الحاره، عندنا الثومه، ناخذ واحد ورقه سيدنا موسى، عندنا لي شامبينيون نوار داك الفطر الاسود، عندنا الابزار الابيض والابزار الاسود، عندنا الحامض، عندنا الزبده باش غادي نقليو هادشي، عندنا الملح السمك ملح، عندنا الشعريه الصينيه. هادو هما جوج ديال لي ساشي ديال الشعريه الصينيه، هادو هما المقادير. وتبعوا معنا المراحل. غادي نبداو ان شاء الله. غادي نحمروا كل حاجه بوحديتها بالزبده، وغادي نديروا فيها العطريه ديال السمك. بعد ما غادي نديروا هذا الفطر الاسود غنديروا شويه ديال الماء طيب باش يطلق كاع ديك الرمله اللي فيه. يلا المشاهدات تبعوا معايا. غادي نديروا هذا الفطر الاسود، غادي نديروا عليه شويه ديال الماء طيب، الماء غالي طيب بزاف باش يتحيد منه ديك الرمله اللي فيه، وغادي نخليوه مرقد واحد شويه. ودابا ندوزو للفطر الاسود اللي خليناه واحد ربع ساعه. شوفوا دابا كيفاش تنفخ وتحيد منه الرمال، تحيدات منه جميع الشوائب اللي فيه تحيدات. شوفوا قداش ولا. دابا غادي نقطعوه، غادي ندوزو ان شاء الله وغادي نقطعوه هكا باش غادي نجمعوه نخلطوه مع الشعريه الصينيه. دابا حنا قطعنا هذا السمك الابيض، وغادي بعد ما ذوبنا شويه الزبده، جوج معالق هكذاك ديال الزبده، كنخويو هذا السمك الابيض فوق هذه الزبيده، وغادي نرشوه غير بشويه ديال البزار الابيض، هكذا شويه البزار الابيض
وشويه المليحه صافي، ما كنزيدو عليه لا الثومه لا والو، البزار الابيض ومليحه، وكنردوه يتقلى يتحمر شويه. ودابا بالنسبه للشعريه الصينيه غنوريكم واحد السر من الاسرار باش كتجي رائعه، واللي ذاقها ما يشبعش منها. والسر وهو اننا كنحتفظوا بدوك القشور ديال القمرون بعد ما كنديروها في شي كاسرونه بحال هكا، وكنخويو عليها الماء طيب، وكنديروا القشور ديال القمرون معاها، كنديروا واحد 2 ضريسات ديال الثومه بعد ما هرسناهم بحال هكا بقشورهم هكذا، كنديروا واحد 3 طلوريقات ديال الرند ورقه سيدنا موسى، 3 طريقات، كنديروا طريف ديال الحامض، كنديروا واحد شويه ديال زيت العود، جوج معالق كبيره، كنرشوا شويه ديال البزار، شويه البزار، وكنديروا شويه ديال المليحه صافي، وكنردوها كتغلى واحد 10 دقائق، 10 دقائق بين ما تشربات هاد المقادير كلها، وكتجي رائعه بنينه ما نعاودش لكم. ودابا بعد ما شحرنا السمك هاد الحوت هذا بشويه مليحه وبزيره شويه الزبيده، غادي ندوزو وغادي نشحرو الكالامار. درنا الزبده في المقله، ها هي تدوب بحال هكذا، وغادي ندخل ان شاء الله الكالامار بحال هكذا باش غادي نشحر. وغادي تشوفوا معايا، ها هي الشعريه الصينيه، ها هي شوفوا اللون ديالها كيفاش رجع وردي بداك القمرون اللي درنا فيه، ونخليوها كتشرب شويه، نخليوها تشرب. وهذا الكالامار غادي نرشوا عليه واحد شويه البزار، شويه البزار والملح وشويه مليح صافي، وغادي نخليوه يتقلى شويه، ومن بعد غادي نضيفوا ليه القمرون حتى هو غادي يتقلى واحد شويه، غادي نخليو القمرون بوحدو، غادي نحيدوا الكالامار وغادي نشحروا القمرون. ها هو القمرون بعد ما صوطيناه بشويه الزبيده والملحه والبزار صودا، غادي نخليوه جانبا، وخدينا واحد البصله ودرناها شلدنا البصله وزدنا عليها مليحه وزيره وزبيده، وحتى هي صوطيناها. وبعد ما نقينا هاد الشعريه من دوك الشوائب ديال القمرون، وكاينه واحد الفكره اخرى، اللي ما بغاش يبقى ينقي هاد الشعريه ويضيع الوقت باش يحيد منها هادوك الشوائب، شوفوا كيفاش رجعات باللون الوردي، تشربات داك العطريه ديال القمرون والنسمه ديال القمرون. ممكن واحد الطريقه اخرى، غنشدوا داك القشور ديال القمرون مع ديك الورقه ديال سيدنا موسى مع الثومه مع شويه الملح مع شويه ديال البزار مع شويه الحامض، وغادي نديروا واحد البويه بوحدو بالقشور ديال القمرون، حتى ملي غلا مزيان داك البويه كنصفيوه، وعاد كنزيدوا عليه الشعريه الصينيه باش ما نضيعوش الوقت، ملي بغات ما تضيعش الوقت. ودابا غادي نخلطوا، دابا غادي ناخذوا الشعريه الصينيه، ها هي دابا كملنا جميع المقادير، غنبداو نخلطوا الشعريه الصينيه. غادي نزيدوا عليها البصله وحده مشلضه، غادي نزيدوا عليها الفطر الاسود بعد ما قطعناه بحال هكذا، غادي نزيدوا السمك، غادي نزيدوا السمك النص ديالو، غنديروا غير النص، والنص غادي نخليوه باش كل وحده غادي نزيدوا فيها شي طريفات من الفوق بحال هكاك باش يبان الحوت. غادي نزيدوا معلقه ديال القزبر المعدنوس، معلقه بحال هكذا. غادي نزيدوا القمرون كله. بالنسبه للقمرون حنا شحرنا النص ديالو، والنص ديالو حتى هو شحرناه باش التزيين، يبقى التزيين. وغادي نزيدوا كالامار كله، نديروا الكالامار بحال هكا، وغادي نزيدوا دابا معلقه صغيره عامره ديال العطريه ديال الحوت، معلقه. وغادي نزيدوا 2 معالق ديال صوص الصوجا،
وحده جوج. الهريسه غير شي شويه بالنسبه للاطفال باش ما تجيهمش حاره، غادي نزيدو غير شويه، غير معلقه صغيره، غير شويه. ونص كاس ديال الحامض، نص كاس ديال الحامض. وغادي نخلطوا جميع المقادير. غادي يبقى لينا دابا غير نخلطوا هكذا بهذه الطريقه هذه، تتخلط كلشي. واحد الريحه طالعه زوينه. يبقى لينا وهو فرماج. هو ملي غادي نطويو الورقه غنديروا شويه الفرماج من الفوق محكوك، وغادي نطويو الورقه البسيطات ديالنا، وغادي نزينوهم نزيدو عليهم شويه ديال طريفات ديال السمك الابيض. وملي غنطويوها غنديروا قيمرونه بحال هكا من الفوق باش تبسوها بها التزيين. وغادي نرجعوا معكم وغادي نوريكم المرحله الاخيره. ودابا كنخلطوا جميع المقادير باش نتساجم جميع العناصر اللي درنا. مع عصير الحامض مع لقامات الحوت مع صوص الصوجا. هاد الريحه طالعه يا سلام، زوينه لذيذه. نوريكم طريقه الطي ديال هاد البسيطلات الصغار. غناخذوا واحد الاطار بحال هكذا باش نجيبوا به جميع المقادير باش يكونوا كلهم بسيطلات قد قد. كنعمروه بحال هكذا. كناخذوا الكالامار، شويه الكالامار بحال هكذا، كالامار قيمرون، الشعريه الصينيه. وكناخذوا واحد 3 ديال شويه ديال السمك ظروفه بحال هكذا من الفوق باش تجي عامره مزيان بحال هكذا نديرو لها. وشويه ديال فرماج هكذا. كنبسطو في الاطار بحال هكذا بحال شي مسيمنه صغيره، وكنحيدوا الاطار وكنطويو طي ساهل بحال هكا، غير ورقه وحده باش تجي زوينه وباينه بحال هكذا، بلا ما نديروا العجينه بلا حتى شي حاجه بحال هكذا. وكنحطو ساهله. غادي نوريكم وحده اخرى. كناخذوا الورقه الصغيره ديال البسطيله، غير الورقه الصغيره، نوضعوا الاطار ونعمروه بحال هكذا. كناخذوا واحد طريفه ديال السمك بحال هكذا من الفوق بحال هكذا. كنبسطوا، كنزيدوا شويه ديال نبسطوا، كنحيدوا الاطار وكنطويو بهذه الطريقه. ورجعت لكم. كندهنوهم بيضه كامله مع شويه التحميره وشويه شي قطرات ديال الخل، كندهنوهم وغادي ندخلوهم للفران، وغادي نرجعوا لكم في الطبق النهائي التقديم ان شاء الله.
وهذا هو الطبق النهائي اللي حصلنا عليه بعد ما تبعتوا معايا جميع المراحل من اول حاجه درناها. وكنخرجوهم من الفران هاد البسيطلات ديالنا، كنحكوا عليهم الفرماج، كنزينوهم بطريف ديال الحامض، كنزينوهم بالقمرون اللي شحرناه بالتوابل وحطيناه فوق منهم، وواحد الزيتونه، وهاد الفليفلات الحمرين، وكل وحده وحسب طريقه التزيين ديالها واللي كتوحم تسمح لينا. وكنرافقوهم مع عصيرة الحامض اللي صحي ومنعش، وهو اللي كيتواتى مع هذا الطبق هذا، وبالصحة والراحة. وموعدكم في الحلقة القادمة مع طريقة تحضير هذا العصير هذا اللي كيجي منعش وزوين وصحي 100%. وتبارك الله على الام ديالي، ما شاء الله عليها، قدمت لكم هاد البسيطلات كيف شفتوا الصنع ديالها وبالنكهه ديال البحر ونسمه البحر. تيقوني جاو لذاذ وغزال بزاف بزاف بزاف، وتبارك الله عليك. ونتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش التشجيعات ديالكم عبر اللايكات، التعاليق، واللي ما مفعلش الجرس وما مابونياش معايا تابونا دابا وتنتظر اطباق جديده وشهيه وافكار رائعه. وتبارك الله عليكم ومرحبا بكم في قناه صراح شماوي.